صباح الفل على عيونكم أحبابي. لكل الناس الحلوة اللي متابعيني من زمان، اللي عارفين ان انا كل ما بيظهر حاجة جديدة قدامي بتكونوا اول ناس بفكر فيهم وبعرض عليهم احلى شغل. يعني نزين بيه ملابسنا، نزين بيه المفارش، الكوشنز، على الأخشاب، على أي سطح بيستحمل الحرارة، على الجلد. آه، عرفتكم بخامة حلوة قوي، اللي هي ترانسفير او الورق الحراري اللي بيتكوي بالمكوى او بيتلزق بالمكوى. النهاردة هعمل لكم منه ورشة حلوة جدا، او عملنا منه ورشة حلوة قوي في المقطم. فحبيت ان انا اخدكم معايا خطوة بخطوة زي ما بعمل على طول في قناتي التعليمية. ان اي حاجة انا بديها حتى ورشة بديكوا كده لمحة عنها، وبقول لكم تعالوا اعلمكم حاجة كده صغيرة من الكورسات اللي انا بديها. جبنا هنا الكوشن وحطينا عليها الصورة اللي هي بتتلزق بالمكوى، حطيناها وشها لينا وحطينا عليها فترة وبنكوي بالطريقة دي. ما بنكتفيش كمان بطريقة الكوي ده، لا أنا كمان بحب أأكد عليها مثلا المفروض انتوا تشتغلوا بكارت، انا بشتغل بظهر المقص، بس انتوا اشتغلوا بالكارت احلى. او بمسطرة بنأكد كده على الكوي علشان ما نكويش كتير، لان الكوي الكتير برضو مش حلو. فهنا خدت بقى بعد ما المكوى بردت شوية، لان حطيتها على الفترة فبردت شوية، فابتديت ان انا احطها على الترانسفير نفسه وابدأ أأكد كل منطقة علشان مفيش حاجة تكون طالعة أو ما ثبتتش معايا. هبدأ هنا بقى مرحلة إن أنا أشيل البلاستيك اللي فوق الرسمة، والمرحلة دي سهلة جدا. بمسك طرف من الرسمة وبشيله، لو اتشال معايا اوكي، لو ما اتشالش بس برضو انتوا ما تستعجلوش زيي، لان انا بستعجل قوي. بتكون الحاجة لسه سخنة، فأنا عايزاها تبرد علشان أعرف أشيلها. أوكي، أنا طبعا ببقى مستعجلة علشان الفيديو وعشان أعرفكم نتيجة اللزق إيه. انتي بتسيبيها حوالي من دقيقة لدقيقة أو نص كده، وتعملي نفس الطريقة اللي أنا بعملها. الطريقة دي حلوة جدا، لأن احنا تملي أحب أشارك بإيديا في الحاجة. إيديا بتلمس الحاجة بتحسي بيها زي ما انتوا شايفين كده، خطوة بخطوة. طلعت البلاستيكة، معنى كده انها ثبتت خلاص على القماش. بس انا بحب امشي خطوة كمان، وهي ان انا احط الفترة واأكد على الرسمة تاني بالمكوى دي، يعني تأكيد الثبات عشان اضمن انها دخلت في نسيج القماش وثبتت فيه جدا جدا. عشان طبعا الحاجة دي زي ما قلت لكم بتتغسل وبتتحط كمان في الغسالة وما يهمكيش اي حاجة خالص، فلازم اكويها كويس. الثبات هنا عندي انها تثبت بايه؟ بالمكوى. الطريقة بسيطة جدا، بس مجرد ان انتي تختاري صور حلوة. انا عندي بختار لك حاجات في منتهى الجمال زي ما انتم شايفين كده. الحاجات دي يعني تراثية، زي كأنها كنفا بالظبط. ابتديت ان انا بقى ازين، يعني احط حاجة جنبها. لقيت ان نفس الوردة دي شبيهة للوردة اللي في الطرحة بتاعتها، فحطيتها جزء يمين جزء شمال، واكتفيت بانها تكون رقيقة كده. هعرض عليكم دلوقتي نتائج الورشة عندي في المقطم، ورشة ديكوباج على القماش. دي الصورة النهائية للعمل اللي احنا عملناه. في منتهى البساطة بتحصلي على كوشن جميلة جدا، ثابتة بالشكل اللي انت حباه، سواء عايزة منظر طبيعي
عايزة مجسمات، عايزة فلوري، أي شكل أنتِ بتحبيه نفّذيه. أنا حبيت إن إحنا في الورشة بنعمل كوكتيل من الأشكال بحيث إنها بتتناسب مع كل الأذواق. هنا نفس الموديل بس اديناها خلفية لونها البلو الجميل ده، وعملنا لها حواليها إطار من معجون الفوم بالستانسل، فادت اختلاف تام، يعني اختلفت عن التانية خالص. فأنا بعرض عليكم شوية أفكار من اللي احنا عملناها في ورشة الديكوباج على القماش في المقطم. بنستخدم كل الخامات اللي عندي من ورق فويل حراري، وترانسفير حراري، ومعجون الفوم. زي ما انتم شايفين كده معجون الفوم ادى هنا شكل حلو قوي، لان انا بعد ما حطيته حطيت عليه كمان الفويل الحراري فاداله تاتش ذهبي حلو شيك. وزينا طبعا بيها، وازاي بنعمل الخلفية، ازاي بنعمل الاكسسوارز. الاكسسوارات دي كلها انا عاملاها بالخيط، يعني بعد ما خلصنا قلت لها لازم نعمل الخرز ما يتلزقش، لازم نعمله خيط. وفعلا قعدنا وريتها ازاي نشتغل واديتها هي تكمل. فكان كورس ممتع جدا، في معلومات، كمية معلومات كتيرة قوي. ازاي نعمل خلفيات حلوة قوي. الشنطة دي ما خدتش مننا وقت خالص في العمل. جبنا الموديل دي، جبناها برضو شكلها كده زي الكنفة، الطباعة بتاعتها. ليه بقى؟ علشان انا عايزاها تبان كأنها قماش برضو، مش كأنها صورة وملزوقة، كأنها قماش كنفة. وابتدينا نعمل الاكسسوارز بتاعتها، وحطيت لها وردة كده ظريفة على جنب. تعالوا بقى اوريكم التحفة الفنية دي. خدت مننا في الورشة وقت كبير جدا، لان انا كنت حابة ادمج حوالين الصورة نفسها من اليمين ومن الشمال تدينا نفس شكل اللوحة. فحبيت هنا ادخل طبعا نفس الطراز، فكانت يعني تحدي بيني وبين نفسي ان انا اقدر اعلمهم ازاي يكملوا اللوحة دي. والصعوبة فيها انها اسلامي، يعني نفس الابوة اللي على اليمين حاولت ان انا نكررها تاني بس بشكل طبعا مختلف عشان ما تبقاش شكلها بالظبط، بس طلعت حلوة قوي. وهنا زي ما انتم شايفين كده في الورشة واحدة عملت معلقة، فكانت مبسوطة بيها جدا. شكل ريفي مصري أصيل.